سلام البنات، واش حوالكم؟ ان شاء الله ديما تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد في اللاشين تاعي. اذا اول مره تشوفوني ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخلينا نبداو بالفيديو، واللي هو عباره عن روتين صباحي لعروسه جديده في دارها. وبما اني متزوجه جديد حبيت نشارك معكم روتيني الصباحي. كما راكم تشوفوا، اول حاجه درتها حليت الطاقه باش تتهوى لا شامبر، ومن بعد حليت التلي على قناه القران الكريم. وطبعا رحت غسلت وجهي وفرشت اسناني وتوضيت باش نصلي. وعندي عادة كل صبحة لازم نشرب كاس ماء على الريق. من بعد توكلت على ربي باش نبدا نصلي صلاتي. وحابة نقول لكم معلومة يا البنات، حسب معنى الحديث يقول انه احب الاعمال الى الله الصلاة في وقتها. صدق رسول الله. وأكيد يا البنات حابة ننصحكم، ممكن واحدة فينا في بداية زواجها تسهى على فرض من الفروض. أنا حابة ننصحكم أنه حاولوا قدر الإمكان أنه تلتزموا بصلاتكم في وقتها، وربي يثبتنا إن شاء الله ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وحابة نقول لكم حبيباتي، اقرأوا سورة الواقعة كل صبحة، خاطر سورة الواقعة ما شاء الله فيها راحة وسكينة ورزق وبركة. بما أنه قناتي ما زالت جديدة، نستنى آراءكم في التعليقات وأفكار جديدة إن شاء الله. وبإذن الله أي فكرة تعجبني نطبقها وتنال إعجابكم إن شاء الله. حابة نقول لكم يا البنات انه مهما ضاقت بكم الدنيا عمركم ما تتخلوا على صلاتكم ولا على قراءة ورد من القرآن الكريم، وربي ان شاء الله يصلح احوالنا جميعا. بعد ما كملت فروض الدينية رجلت السرير وخرجت انا وراجلي باش نجيبو حوايج نقصتنا في الفطور. وحابة نقولكم حبيباتي ياريت تتابعوني على الانستغرام، راح تلقاو الرابط تاعو تحت في الديسكريبشن. بعد ما كملنا الفطور غسلت الماعن وبديت شغل الدار. بعد ما كملت لبست حاجة نظيفة وعدلت روحي باش نهبط لتحت عند عزوزتي نقعد انا وهي شوية.
وقبل ما نهبط لتحت درت قهوة ليا وليها. على بالكم باللي القعدة ما تحلاش غير بالقهوة. هذا كان فيديو اليوم، نتمنى يكون قد نال اعجابكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وملاقاتنا ان شاء الله في فيديو قادم. وما بقى لي غير نقول في امان الله وحفظه.